المتحف هنا جيت عشان اشوف عرض الخبز. هو عرض متحفي مؤقت بيبين شكل العيش او الخبز في مصر القديمه. وعلى فكره المصريين هم اللي سموه عيش عشان هو رمز العيش، فعلا هو بيعيش الناس ان هو كان اكتر حاجه المصريين بياكلوها. جماعه هنا هتلاقوا جميع انواع العيش اللي احنا بناكلوه، واللي كمان اتصدر لبره باسم عيش فينو والكلام اللي احنا بنقول عليه ده. انا هوريه لكم اهو. بصوا، مش ده العيش بتاع الفرن اللي احنا بنشتريه؟ وده شبه الكرواسون، وده نوع تاني. طب نبص هنا، ده شبه الفينو الكبير اللي بيتعمل عند الأجانب. بصوا هنا دي قرص، دي قرص يا جماعة. أنا ليترلي منبهرة. المعارض المؤقتة اللي بيعملوها دي بصراحة قمة في العظمة والجمال. بصوا بقى جميلة الجميلات، جميلة الجميلات، السيدة المصرية الأصيلة اللي برضو وقت ما كانت بتشتغل ما نسيتش الأناقة والشياكة بتاعتها. هم المصريين كده، المصريين كانوا مهتمين جدا بشكلهم زي ما هم مهتمين بعملهم. شايفين الاكسسوار اهي، لابسه هنا على ايديها عقد وفي رجليها خلخالين، مش خلخال واحد. شوفوا الشياكه والجمال، شوفوا الجمال. ماسكه في ايديها بطه. يا جماعه يعني اقول ايه اكتر من كده؟ وده ماكيت مصري قديم لحياة يومية. دول بيعملوا بقرة، ودول بيخبزوا، واللي بيعجن، واللي بيطحن، واللي قاعد قدام فرن. احنا حضارتنا عظيمة جدا، عظيمة لدرجة الإبهار حقيقي. بصوا دي الأدوات اللي كانوا بيستخدموها قدماءنا المصريين في الطحن. شايفين دي لسه لحد الآن مستخدمة يا جماعة، مش في مصر بس، لا في العالم كله. طب بصوا الحاجة الأعظم كمان، بصوا دي سكينة، بصوا المغرفة. شايفين المغرفة الطويلة دي؟ شايفين المغرفة الصغيرة دي؟ مهما فضلنا نتكلم عن حضارتنا المصرية القديمة مش هنوفيها حقها، لأن هي أعظم من إننا نتكلم أصلا ونقول قد إيه هي عظيمة. هي أعظم من العظمة نفسها. دي نماذج تانية للعيش. العيش مش هنقول خبز، هنقول عيش. ده عيش من مصر القديمة. دول بنلاقيهم في المقابر زي ما شفنا قبل كده، ان هم بيحطوا مع الميت كل حاجة يستخدمها في حياته التانية، لان هو بيكون رايح يعيش حياة تانية. الموت عند قدمائنا المصريين كان بداية لحياة تانية. انصحكم تيجوا تشوفوا معرض الحياة والموت والعبادة في المتحف المصري، وتشوفوا شكل الأكل عند مصر القديمة كان عامل ازاي.